معلومات عن دوري الكويتي. أكثر موسم سجل فيه أهداف في تاريخ الدوري كان موسم 2016-2017 وسجلوا 640 هدف. أقل موسم سجل فيه أهداف في تاريخ الدوري كان موسم 1993 وموسم 1994 وسجلوا 62 هدف. قادسية أكثر فريق سجل أهداف في موسم واحد بتاريخ الدوري، سجلوا 86 هدف موسم 1979 1980. أضعف هجوم بتاريخ الدوري كان هجوم اليرموك في موسم 1993 1994 وسجلوا هدف واحد. أفضل دفاع بتاريخ الدوري كان دفاع العربي في موسم 1988 1989، دخل في مرماه هدف واحد. أضعف دفاع بتاريخ الدوري كان دفاع برقان في موسم 2016 2017 ودخل في مرماهم 90 هدف. دوري موسم 1980 1981 الدوري الوحيد اللي انحسم بركلات الترجيح بعد تعادل السالمية والعربي بالنقاط، ولعبوا مباراة فصالة وانتهت بالوقت الأصلي والإضافي بالتعادل، وحسمها السالمية بركلات الترجيح بعد أن فاز على العربي 4-1. الرابع الآن لعب الجيم العربي، باص لعبد النبي، جول جول، بطل الدوري السالمية. أكثر حارس بتاريخ الدوري العام حافظ على نظافة شباكه كان المرحوم سمير سعيد. حافظ على نظافة شباكه لمدة 14 مباراة متتالية من تاريخ 1 نوفمبر 1987 حتى 17 نوفمبر 1989 لمدة 2 و22 يوم، ويعتبر هذا الرقم قياسي مو بس على مستوى الدوري، على مستوى الخليجي والآسيوي. ويتصدر المرحوم سمير سعيد قائمة أكثر حراس حافظوا على مرماهم. المركز الأول على الخليج وآسيا، والثاني على العرب، والثامن عالميا. صراحة أنا اليوم يعني قدرت أعرف أن أنا لي قدر بالدنيا، قدري أنه أنتم الكنز اللي أنا أحتفظ فيه فعلا.